السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. تعالوا نشوفوا عملنا ايه مع بعض النهاردة. عملت شوية كوكيز حلوين قوي وبكمية دقيق ومكونات بسيطة جدا. عملنا كل الكمية دي وما شاء الله، ولا تقولولي بقى العبد ولا تقولولي مين. كوكيز حلوة قوي يا جماعة وطعمه تحفة. تعالوا نشوف خطوات الفيديو ونمشي عليه كده بالتفصيل. هو سهل وبسيط، بس قبل ما نبدأ وصفتنا نصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، ونشترك في القناة لو مش مشتركين، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هنا انا معايا كوبايتين من السكر البودر، ومعايا هنا كوباية كاملة كده من السمنة. اي سمنة انتي بتحبيها، بس طبعا لو بلدي هتبقى حلوة جدا. ومعايا نص كوباية سمنة كمان، وكملت باقي الكوباية بالزيت. يعني انا كده معايا كوبايتين من المادة الدهنية، كوباية ونص من السمنة ونص كوباية من الزيت، وممكن بدال السمنة زبدة عادي مفيش مشكلة. وبخلط كده السمنة مع السكر بالمضرب الكهربائي، وممكن بمضرب سلك عادي. يعني انا قبل كده كنت عاملاه بالمضرب السلك، هو مفيش منه صعوبة ولا اي حاجة، لحد بس ما اللون كده يفتح معايا. انا مزودة المقدار المرة دي، عاملاه مقدارين. المرة اللي فاتت كنت عاملة بس نص المقدار ده، لان بصراحة الكوكيز حلو جدا، طعمه حلو جدا وسهل في تحضيره، يعني مفيش منه اي صعوبة. اول حاجة كده حطيت بيضة، وبعدين ضربتها كده بالمضرب لحد ما اختفت، وحطيت شوية فانيليا سايلة، وبعدين ضفت البيضة التانية وبرضو بضرب بالمضرب لحد ما تختفي، وبعدين ضفت البيضة التالتة وبضرب كده برضو بالمضرب زي ما انتم شايفين، وبعد كده ضفت البيضة الرابعة. هما بس 4 بيضات عشان هعمل 6 كوبايات من الدقيق. قبل كده كنت عاملة 3 كوبايات دقيق وكنت ضايفه لهم بيضتين، يعني نص المقدار ده. ومعايا هنا كده معلقتين كبار من اللبن البودر، وده بيفرق في الطعم جدا. وحطيت برضو معلقتين كبار من النشا، ومعلقة صغيرة من البيكنج صودا اللي هو الكربوناتو، ورشة ملح صغيرة جدا. هتقولوا لي بقى النشا بيعمل ايه في الوصفة دي؟ بصراحة النشا بيدي هشاشة وفي نفس الوقت نعومة، بيخلي اي مخبوزات او بسكوتات عندنا حلوة جدا. وبرضو اللبن البودر بيدي هشاشة حلوة قوي لأي مخبوزات او بسكوت او كده. وبعدين بضيف معايا الدقيق كده واحدة واحدة. طبعا انتوا عارفين مش بنضيف الدقيق في اي حاجة مرة واحدة كده، عشان كل دقيق غير التاني في تقبله لأي سوائل. الكوكيز بتاعنا ده مش بنحط له ولا مثلا حليب ولا مية ولا اي حاجة من دي. اهو بضيف معاكم دقيق واحدة واحدة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وسبت شوية دقيق كده في الاخر، انا سايبة العجينة لسه طرية كده معايا وملزقة، عشان هقسم المقدار بتاعي كده ل3، عشان اعمل شوية بالشوكولاتة، وهعمل شوية كمان بطعم القهوة. يعني طعم القهوة ده جديد بالنسبة لي، بس طلع روعة يا جماعة. معايا هنا معلقتين كبار من الكاكاو الخام الاسباني، وضفتهم كده للخليط بتاعي، وحطيت نقطة زيت بس كده عشان اطري العجينة معايا، والكاكاو تتخلط بسرعة كده مع العجين لحد كده. يعني افضل اضيف كده في كاكاو لحد ما الاقي اللون كويس بالنسبة لي. اهو الكاكاو دي ريحتها وطعمها حلو قوي، بالذات اللي هي الاسباني دي هتلاقوا طعمها حلو قوي يا جماعة، كأنكم ضايفين شوكولاتة بالظبط. وبس كده باخد العجينة بتاعتي بحطها في التلاجة عشان تتماسك شوية عبال ما اخلص. ودي اللي هعمل بيها بقى طعم القهوة. انا كان معايا برضو 3 معالق قهوة سريعة الذوبان اللي هو النسكافيه، بس دي كانت ناعمة، يعني حاولوا ان انتوا تجيبوا نوع ناعم. وممكن برضو بني لو مفيش، بس هنا الطعم بيبقى اقوى، بالنسكافيه بيبقى اقوى شوية.
وهنا كده خلطت معايا النسكافيه بالعجين بتاعي، لقيت اللون لسه فاتح شوية، فحطيت معلقة صغيرة بس من الكاكاو وبس كده. اللون برضو جميل جدا اهو. وبشيلها برضو احطها في التلاجة. وهنا معلقتين الدقيق اللي كانوا فاضلين حطيته كده على الكوكيز الفانيليا. انا عايزة عجينة كده طرية وبس ما تكونش بتلزق. في انواع كوكيز تانية بتكون طرية قوي وبيشيلوها كده بمعلقة او بمعلقة الايس كريم يحطوها في الصواني، بس ده انا بحبه كده يكون متماسك شوية. ومعايا هنا شوية شوكليت شيبس، ومعايا هنا نص قالب كده شوكولاتة. الشوكولاتة دي خام ماركتها سما، ماركة سما حلوة قوي، بيبقى طعمها حلو. وهعمل كده هقطع بقى الشوكولاتة بتاعتي كده لمكعبات صغيرة عشان اعملها بقى شبه بتاعة كوكيز العبد. هتبقى طبعا شكلها في الشكل وفي الطعم احلى بكتير على فكرة، لان انا حاطه المكونات بتاعتي يعني الخامات من النظيفة. لما تحبي تاكلي حاجة كويسة حطي الخامات من الحلوة عشان يطلع معاكي الطعم، مفيش بعد كده ولا تقولولي بقى العبد ولا تقولولي حلواني مين. الطعم كان خرافة بصراحة. انا حاطه زبدة بلدي وحاطه زيت من النضيف وكل المكونات بتاعتي من الحلوة، فعشان كده عطاني طعم حلو وما كلفنيش كتير ولا اي حاجة. انتي لو هتشتري الكمية دي من بره يعني هيكون بمبلغ وقدره بصراحة، الواحدة بس كده بتتباع بمبلغ. وبقطع كده الكوكيز بتاعي قطع صغيرة كده، حاولي تخليه يعني مثلا حوالي 12 جرام او 13 جرام لو هتوزني يعني. لو مفيش ميزان كده تخليه صغير كده قد الغريباية الصغيرة، لان هو طبيعة الكوكيز بينفش في الفرن، يعني طبيعي لازم ينفش. وانا ما حطيتلهوش بيكنج باودر، انا حطيت له كربوناتو اللي هي بيكنج صودا دي. وبحط كده الشوكولاتة بتاعتي اللي انا مقطعاها مكعبات في الصينية اللي هي بتاعة الشوكولاتة، وبحط واحدتين من الفانيليا طبعا عشان اشوف السوا بتاعي عامل ازاي. لما تعملي اي حاجة بالشوكولاتة حطي معاها واحدة او اتنين بالفانيليا عشان تعرفي السوا بسهولة تحمرت ازاي او احمرت من تحت او لا. وهنا طلعت اللي هو بالقهوة طبعا متماسك كده من التلاجة، بس انتي كده يا دوبك هت هتحطي كده الواحدة حتة العجينة بين ايديكي هتطريها في ثواني هتسخن معانا عشان كمان الجو حر. وانا حبيت اللي هو بالشوكولاتة ده احشيه، كان عندي شوكولاتة نوتيلا طبعا اللي هي مش تبع المقاطعة، والشوكولاتة دي كانت بطعم القرفة، كانت مدية طعم حلو قوي للكوكيز اللي بالقهوة. حبيت اغير كده يعني وحشيتها من جوه شوكولاتة، كانت طعمها روعة بصراحة اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انا كنت حطاها في التلاجة شوية، يعني مقطعاها قطع صغيرة كده وحطاها في التلاجة تتماسك عشان ما تسحش معايا وانا بحطها في العجين، عشان زي ما انتم عارفين الجو الايام دي حر جدا. لو في الشتاء مش هيبقى فيه اي مشكلة، لكن اي معجنات ممكن تسيح معاكي بسهولة في الحر، وخصوصا طبعا وانتي واقفة كده في المطبخ ومولعة مثلا الفرن او حاجة بتبقى السخونية زايدة شوية. اهو عملت كذا واحدة معاكم. اهم حاجة بس اقفل العجينة كويس على الشوكولاتة عشان ما تطلعش منها وتسيح في الفرن. وبعمل باقي كل الكمية كده وبحط لها بقى بحطها في الشوكليت شيبس كده زي ما انتوا شفتوا، يا اما بحط الواحدة كاملة كده يا اما انا بحطها واحدة بواحدة بايديا كده زي ما انتوا عايزين. واول صاج طلع معايا اهو من الفرن ونفش برضو زي ما قلت لكم، هو طبيعي لازم بيكبر كده في الفرن، بس طبعا هي الكاميرا مكبراه شوية، هو مش يعني صغير مش كبير، حجمه مظبوط يعني. ده في ناس بتعمله كبير كده قد القرصة، بس انا ما بحبش الحاجة تكون كبيرة زيادة عن اللازم.
ولازم توسعي كده بين الواحدة وواحدة، عشان طبعا هو بينفش زي ما قلتلكوا، عشان ما يلزقش في بعضه ويبقى شكله مش حلو. وبعمل بقى معايا كمية باقي الكوكيز اللي بالفانيليا معايا. وزي ما انتوا عارفين احسن حاجة في الخبز الصواني الألمونيا، بتوزع الحرارة في كل حتة في الصينية، بيكون احسن من الصاج بكتير. ومفيش واحدة كده تطلع بيضة ولا مش مستوية، كلهم بيطلعوا لون واحد. طبعا انا بكون مولعة الفرن بس من تحت، بحطها على اخر رف من تحت، وفي الاخر كده لما بلاقيها ما خدتش لون من فوق بولع لها الشواية تاخد لون بس واطلعها على طول. اهو دي اللي بالقهوة، ريحتها في الوقت ده يا جماعة مش قادرة اقول لكم. والشوكولاتة فيها، فكرت الشوكولاتة هتبقى سايحة لقيتها متماسكة، بس كانت مدية طعم حلو قوي للكوكيز. اهو زي ما انتم شايفين موسعة ازاي عشان ما يلزقش في بعضه. وبصراحة يا جماعة ولا بياخد وقت في التشكيل ولا في السوا ولا في اي حاجة. يعني الصينية بتاخد 10 دقايق، هي اول صينية بس اللي بتغيب شوية، وبعد كده الصواني يدوب 10 دقايق او اقل كمان وتلاقيها طلعت. لو انتوا عايزين الكوكيز بتاعكم يبقى فيه ندغة شوية كده، ممكن تحطيها 7 دقايق بس وتطلعيها. لو انتوا عايزينه بيقرمش يدوب 10 دقايق 12 دقيقة وهيبقى زي الفل معاكم. وشايفين اهو من 6 كوبايات دقيق والكوبايتين السمنة وكوبايتين السكر وال4 بيضات عملوا لي كل الكمية الحلوة دي. بصراحة كمية حلوة جدا، لو هتشتروها من بره هتبقى يعني بصراحة مبلغ كبير قوي. لما تعملي الحاجة في البيت هتبقى اوفر وانضف واحلى طبعا. يا ريت يا جماعة اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركين، مع تفعيل زر الجرس. ويا ريت تشيروا لي الفيديو كده مع اصحابكم واحبابكم كده، عشان قناتي تكبر بيكم باذن الله. واهو شايفين دقته معاكم حلو جدا. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.